قبل ما تسمع القصة بعد إذنك اعمل إعجاب للفيديو دلوقتي. صاحبة القصة بتقول: أنا هحكي كل حاجة بتحصل معايا في بيتي وفي أوضة نومي بسبب جوزي وصاحبه. أنا واحدة عندي 25 سنة، من وأنا صغيرة وأنا بحب جاري جدا، رغم إن أهلي كانوا شايفينه صايع جدا وشمام وملوش مستقبل، إلا أنا كنت شايفاه كل حاجة في حياتي وكنت بحبه جدا. وجه اتقدم لي قبل كده مرتين وأهلي رفضوه لأنه ما كانش شغال، وعملت مشاكل كتير جدا مع أهلي بسببه، لحد ما في الآخر خالص وافقوا عليه واتجوزته. أول ما اتجوزته أول شهر في الجواز عدى عليا كان إلى حد ما كويس، ما كنتش مبسوطة قوي، بس علشان كنت بحبه قلت هستحمل. وكان واخد شقة إيجار جديد لمدة سنة علشان نتجوز فيها. وبعد أول شهر جواز بدأت إن أنا أنصحه إن هو بقى يشوف شغل، لأن في بيت مفتوح ولازم يشيل المسؤولية. وهو وعدني أكتر من مرة إن هو هيدور على شغل، وكان بينزل الشارع ويرجع لي على الساعة 2 و3 بالليل. ولما سألته أنت اشتغلت؟ يقول لي اشتغلت. طب اشتغلت ايه؟ يقول لي اشتغلت مع واحد صاحبي عنده مشروع وانا واقف معاه. بعدها بشهرين لقيت فلوس معاه بدأت تظهر، وبقى يسيب فلوس كتير على الترابيزة أول ما يدخل، مش فلوس واحد موظف على قده، لأ، ده كل 2 أو 3 ألاقي رزمة فلوس محطوطة على الترابيزة. ولما بسأله الفلوس دي بتاعت ايه؟ يقول لي دي فلوس شغل، مالكيش دعوة، أنا مشارك واحد صاحبي زي ما قلتلك وشغالين سوا. المهم انت ناقصك حاجة في البيت؟ فكنت بقول له لأ، لأن هو في الوقت ده كان بيسيب لي فلوس كتير جدا والدنيا معانا كانت كويسة قوي. وفضلنا على الوضع ده حوالي سنة، لحد ما في يوم لقيته بيتصل بيا وبيقول لي أنا محبوس وفي اسمي دلوقتي. قلت له ليه؟ إيه اللي حصل؟ قال لي شوفي لي بس محامي وتعالي. نزلت دورت على محامي ورحنا له الاسم وقتها. ولما رحنا اكتشفت المصيبة، اكتشفت ان هو اتمسك وهو معاه مخدرات. وقتها بس عرفت الفلوس اللي كان بيجيبها دي فلوس ايه. وفضلنا متابعين القضية لحد ما اتحكم عليه ب6 شهور ودفعنا الكفالة بتاعته وخرج. وانا رفضت ان هو يرجع يشتغل تاني في الحاجات دي. وقتها هو كان مجمع فلوس وشايلها من شغله ده، واتفقنا انه هيجيب تروسيكل يشتغل عليه. وفعلا جبناه بكل الفلوس اللي هو كان محوشها، واشتغل عليه 2 شهر ورجع يقول لي ده مش جايب همه، انا هبيعه ومش عارفة ايه. قلت له لما تبيعه هتشتغل ايه؟ قال لي ربنا يسهل. وفعلا عمل اللي في دماغه وباع التروسيكل اللي احنا كنا شاريينه جديد، باعه بنص تمنه وخسرنا فيه جامد. وكانت الشقة اللي احنا واخدينها إيجار لمدة سنة خلاص الإيجار كانت قرب يخلص، والراجل كلمنا وقال لنا إن هو هيرفع الإيجار. حسيت ساعتها إن الدنيا كلها جاية علينا ومش هنعرف نعيش. وجوزي دخل في حالة اكتئاب ورجع يشرب مخدرات تاني مع أصحابه، وبقى يرجع لي مش فايق وحالته بقت صعبة قوي. وشال موضوع الشغل ده من دماغه خالص، وبقى كل همه يشرب السجارتين مع أصحابه، لحد ما فعلا وصلنا لمرحلة إن ما بقاش معانا جنيه في البيت، وبقى ينزل لأصحابه ويخليهم يشربوه معاهم شكك، وبيقول لهم هبقى حاسبكم، وبقى مديون لأصحابه كمان بفلوس. ولما لقيت الوضع كده قلت له أنا هنزل أشتغل أي حاجة، إحنا مش هنلاقي ناكل، وأنا عن نفسي مش همد إيدي لحد. ونزلت فعلا سألت على شغل كتير قوي، بس للأسف ما لقيتش. وروحت البيت اليوم ده مهدودة من اللف في الشمس والحر ونمت. صحيت بالليل على صوت ناس في الصالة عندي
بصيت من الباب بتاع الأوضة، لقيت جوزي ومعاه 3 من صحابه قاعدين في الصالة، ودي كانت أول مرة حد من صحابه يدخل البيت عندي. معرفتش أخرج من أوضة النوم علشان أندهله. رحت متصلة بيه على الموبايل بتاعه، راح جالي الأوضة. قلت له مين دول وجايين ليه؟ قال لي وطي صوتك، دول صحابي وليهم فلوس عندي، هنشرب بس سجارتين وهننزل. قلت له ما شربتوش تحت ليه؟ قال لي هم قالوا لي طالما مش هتدفع يبقى تشوف لنا مكان نشرب فيه. قلت له يعني هم بيطلعوا يشربوا هنا مقابل انك ما تدفعش فلوس في الحاجة اللي هم بيشتروها؟ قال لي قلت له ماشي، اتفضل اخرج واقفل الباب عليا. وفضلت قاعدة في أوضة النوم مش عارفة أعمل إيه في الوضع ده، وفضلت مستنياهم يمشوا علشان أخرج. فضلت قاعدة على السرير حوالي 2 ساعات لحد ما مشيوا، وبقوا كل 4 أو 5 أيام يجوا عند الشقة. وفي مرة من المرات جوزي نده عليا علشان أعمل لهم حاجة يشربوها، والمشكلة إن المطبخ بعيد عن أوضة النوم، ولازم أعدي على الصالة اللي هم قاعدين فيها علشان أروح المطبخ. رحت لبست عباية وطرحة وخرجت، ودي كانت أول مرة صحاب جوزي يشوفوني. وحسيت وأنا معدية إن عينيهم كلهم كانت عليا. ولما دخلت المطبخ لقيتهم بيقولوا لجوزي يخرب بيتك، ده انت متجوز بطل، واللي يقول له يا بختك، انت بتقدر عليها ازاي؟ استغربت اصلا انهم ازاي يقولوا لجوزي كلام زي ده على مراته. ومع الوقت عرفت ان جوزي ده اصلا ملهوش لازمة، او يعتبر الهفق اللي فيهم، وبيخاف منهم جدا. ولما بيقولوا له يمين يبقى يمين وشمال يبقى شمال، وبيسمع كلامهم في كل حاجة. وده عرفته لما لقيت جوزي جاي وبيقول لي إن في واحد من صحابه عنده مشكلة مع أهله وسايب البيت وهيجي علشان يقعد عندنا يومين. قلت له أهو ده اللي ناقص. قال لي بس هو هيدفع لي فلوس في اليومين اللي هو هيقعدهم عندنا. قلت له يعني هتاخد فلوس من صاحبك علشان عنده مشكلة وعاوز تستغل ظروفه؟ قال لي لأ، ده هو هيديني فلوس علشان يعني عارف ظروفنا وعلشان نجيب أكل في البيت يعني وهو موجود، وهو قال لي إن هو مش عاوز يكون متقل علينا. قلت له ماشي. وعلى بالليل صاحبه جه وجوزي قال لي حضر لنا العشاء، ودخلت فعلا حضرت الأكل وحطيت لهم الأكل قدامهم. وجيت أقوم لقيت جوزي بيقول لي اقعدي كلي، وفضل هو وصاحبه يحلفوا عليا إني لازم آكل معاهم. اضطريت أقعد وأنا مخرجة ومكسوفة وما كنتش عارفة آكل، بس اللي كنت ملاحظاه إن عين صاحبه ما نزلتش من عليا، لدرجة إني حسيت إن هو أصلا ما كلش حاجة. رحت أنا كلت بسرعة وقمت، ودخلت بعدها نمت. وتاني يوم خرجت بره في الصالة ما لقيتش حد، قلت يمكن نزلوا. ببص ناحية الباب لقيت جزمة صاحب جوزي موجودة، فجيت ببص على الأوضة اللي هو بينام فيها لقيته قاعد وبيشرب سجاير. رحت ندهت بصوت عالي على جوزي عشان أعرف صاحبه إن أنا صحيت. لقيت جوزي مردش عليا، عرفت إن هو مش في الشقة. لقيت صاحبه بيقول لي ده نزل من شوية. قلت له ما تعرفش راح فين؟ قال لي ده هو قال لي إن هو هيروح مشوار مع واحد صاحبه وهيرجع على طول، وكمان نسي ياخد الموبايل بتاعه معاه. في الوقت ده لقيت صاحبه خرج من الصالة. أنا بصراحة خفت على نفسي لأن أنا معرفوش ومعرفش شخصيته، وخصوصا إنه كان من اللي بيشربوا معاه. لقيته قعد في الصالة كده وجيت معدية من قدامه. قال لي ممكن أطلب منك طلب؟ قلت له اتفضل. قال لي ممكن أشرب كوباية شاي من إيدك؟ قلت له حاضر. ودخلت المطبخ عملت له كوباية الشاي ووديتها له. أول ما حطيتها قدامه على الترابيزة وهمشي قال لي مستعجلة ليه؟ أنا عاوز أتكلم معاكي في حاجة مهمة. قلت له خير، في إيه؟ قال لي طيب اقعدي. قعدت قدامه
وقلت له خير، عاوز تتكلم معايا في ايه؟ قال لي بص يا بنت الناس، اولا كده قبل ما اقول اي حاجة هاتي مصحف. قلت له اجيب مصحف؟ اجيب مصحف ليه؟ مش فاهمة. قال لي هاتي بس وانا هفهمك. رحت جبت مصحف. اول ما جبته قال لي احلفي عليه ان اللي هقولهولك ده ما هتقوليه لجوزك. اتخضيت من اسلوبه من طريقته، بس كنت ملهوفة وعندي فضول اعرف عاوز يقول لي ايه. رحت حلفت وقلت له والمصحف ده ما اعرف جوزي حاجة من اللي انت هتقولها لي دلوقتي. قال لي تعرفي ان انا ما عنديش مشاكل اصلا في البيت مع اهلي زي ما جوزك قايلك؟ قلت له نعم. طيب وجوزي هيكذب عليا ليه؟ قال لي انا ما كنتش هصرحك ولا هعرفك اي حاجة، بس لما حسيت انك بنت ناس قلت لازم افهمك حقيقة جوزك اللي انتي عايشة معاه. قال لي انا لما جيت عندكم وشفتك وانتي ماشية من قدامنا بصراحة انتي عجبتيني قوي، وكنت بحسد جوزك عليكي لحد ما جت فكرة في بالي ان انا اعرض على جوزك فلوس علشان اقعد معاكو في البيت واكون قريب منك واشوفك، خصوصا اني عارف ان جوزك ظروفه المادية وحشة، وكمان عارف انه مش هيقدر يرفض لي طلب. قلت له ايه اللي خلاك متأكد انه ما كانش هيرفض لك طلب؟ قال لي لان هو اجبن واحد فينا، وتحديدا بيخاف مني انا شخصيا. وقال لي لعلمك جوزك ما راحش مشوار دلوقتي بمزاجه، انا اللي خليته ينزل وقلت له 2 ولا 3 وابقى تعالى، ومديله فلوس كمان. والمفروض ان جوزك دلوقتي عارف ان انا هحاول اعمل معاكي حاجة، بس طبعا انا عمري ما هقرب منك ولا هعمل حاجة لان الموضوع ده مش بالعافية. في اللحظة دي وبعد الكلام اللي سمعته حسيت ان صاحبه ده ارجل منه بكتير وكبر في نظري قوي، واستحقرت جوزي جدا. وقلت لصاحبه انا مصدومة من اللي سمعته ده ومش ممكن اعيش معاه تاني، وهتطلق منه يعني هتطلق. قال لي اهو ده اللي انا كنت خايف منه، وعشان كده ما كنتش عاوز اقولك حاجة. قال لي خليكي ذكية واطلبي الطلاق منه بعد فترة لأي سبب، وصدقيني مش هتلاقي حد يحبك ولا يخاف عليكي قدي، بدليل ان من اول مرة لما شفتك فيها وانتي بقيتي شاغلاني قوي وبفكر فيكي طول الوقت. قلت له ارجوك انا مش قادرة اسمع اي كلام تاني. قال لي يعني انا غلطان ان انا صرحتك بكل حاجة؟ قلت له لا مش غلطان ولا حاجة، بس انا نفسيا تعبانة جدا وسامحني مش هقدر اكون معاك زي ما انت عاوز. وبدأت دموعي تنزل مني غصب عني. لقيته راح قايم وقعد جنبي وبدأ يطبطب عليا ويقول لي ما تخافيش، انا هغير لك حياتك كلها وأعيشك احسن عيشة، بس انت اسمعي كلامي، اللي يسيب مراته لحد تاني يبقى ما يستاهلهاش، الا اذا كنت انت بقى بتحبيه وباقية عليه. قلت له الحب ده كان زمان، انما دلوقتي انا نفسي اخلص من العيشة اللي معاه دي بأي طريقة. حسيت ان صاحب جوزي فعلا بيخاف عليا قوي وفعلا بيحبني، واستجدعته قوي على صراحته معايا وحنيته. في الايام دي كان صاحبه بدأ يقرب مني ويلمسني، ساعات يطبطب عليا وانا بعيط، وساعات احس انه بيضمني ليه وبياخدني في حضنه علشان اهدى، لحد ما بقى عادي ان هو يقرب مني ويلمسني. وفي عز ما انا محتاجة لحنية راجل معايا ما لقيتش غير صاحبه اللي صارحني وحبني واحتواني. حسيت ان هو عاوز ينام معايا وفعلا طلب مني كده وحاول يقرب مني علشان يعمل كده. قلت له معلش مش هقدر اعمل اي حاجة الا لما اتطلق منه الاول. وبصراحة ساعدني ووقف جنبي لحد ما اتطلقت من جوزي اللي اقل حاجة تتقال عنه انه مش راجل. وخدت العفش وخدت كل حاجة وفضلت قاعدة في الشقة، وصاحبه قال لي خليكي زي ما انتي في الشقة وانا اللي هدفعلك الايجار. وبعد ما اتطلقت صاحبه اللي انا بعتبره دلوقتي حياتي كلها
بقى يجي يبات معايا في الشقة، ومن معاملته معايا لما بنكون نايمين سوا خلاني أقوله كنت فين من بدري. أنا ما كنتش عايشة والله، لأنه بيخليني أستمتع جدا وأنا معاه، ومش بيسيبني إلا وأنا مرتاحة. غير جوزي اللي ممكن أصلا يريحني في الشهر كله مرة واحدة، وما كنتش حاسة أصلا إن أنا متجوزة، والحمد لله إن ربنا عوضني وخلصت منه. بس مشكلة صاحبه ده إن هو مش عاوز يتجوزني رسمي دلوقتي، واتجوزته جواز غرفي بقالي 4 شهور، ومرضتش أعمل أي حاجة في الحرام معاه، وفي نفس الوقت خايفة أخلف منه لحد ما نتجوز رسمي. أنا بس عاوزة أعرف، هل الجواز العرفي ده حلال ولا حرام؟ لأني مش عاوزة أعمل أي حاجة تغضب ربنا. ياريت اللي يعرف يفيدني. دي كانت قصة أحد المتابعين بعتتها لنا على رسائل صفحة الفيسبوك. لو عندك نصيحة ليها ياريت تكتبها لها في التعليقات، وهي هتتابع التعليقات بتاعتكم بنفسها. واللي عنده أي قصة أو مشكلة ومحتاج يعرف آراء الناس فيها يبعتها لنا على رسائل صفحة الفيسبوك، وإحنا هنعرضها للناس.